قد يسأل سائلا من أين التقطت هذه الصور الفضائية؟ نعم، الأقمار الصناعية تكفلت بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. أكذوبة الصعود على القمر وأسطورة تنتهي وتتلاشى. لاحظ عزيزي المشاهد هذه الحركات المقصودة التي توهم الناس بأنها لا توجد جاذبية. هكذا أصبح كل من هب ودب يقول صعدت على القمر. صور المنظر ليلا من أجل إيهام العالم. انظر إلى الغبار يتطاير ثم يعود إلى الأرض في وضع طبيعي جدا، مع أن حركة الرواد تعني أنهم في منطقة منعدمة الجاذبية. انعدام الجاذبية وحركات بهلوانية ليوهموا الناس بأنهم على سطح القمر. هذه صحراء الجزائر الذي صوروا بها هذه المناظر من أجل أن يوهموا العالم بأنها على سطح القمر. السيد آرمسترونغ، أنا بارث سبير من قناة ABC ديجيتال. أريد أن أعطيك فرصة لتحلف على الإنجيل أنك مشيت على القمر. ضع يدك اليسرى على الكتاب واحلف بأنك مشيت على القمر. نعم، إذن فعلا مشيت على القمر، لماذا لا تفعله؟ لماذا لا تنهي هذا الجدال وتضع يدك على الكتاب وتحلف بأنك مشيت على القمر؟ السيد سيبريل، هذا غالبا إنجيل مزور. حقا إنه إنجيل حقيقي. لديك فرصة لأخذ $5000. $5000 يمكنك إعطاؤها لجمعية خيرية إذا حلفت على الكتاب بأنك مشيت على القمر. أنا أسجل فيديو، لا يحتاج، أنا بخير. ولماذا لا تحلف؟ لماذا لا تفعله؟ لما لا تضع يدك على الكتاب وتحلف أنك مشيت على القمر؟ السيد سيبريل لقد أهان نفسه أمام العالم. السيد سيبريل، أنت لا تستحق الإجابة. هكذا هي قضية الصعود إلى القمر، كلها أكذوبة في أكذوبة. وهذا أن الذي اخترع هذه الأكذوبة من أجل أن يسيطر على العالم ويقول لهم إني الأقوى والأعلم. أشكال غريبة وعلامات من النهاية تظهر على الأرض. أسطول فضائي وجد على الأرض بأشكال هندسية أنشأتها قوى مجهولة، فمنذ الوهلة الأولى تشعر وكأنك في الفضاء، لكنك تجد نفسك في الحقيقة على رمال في وسط الصحراء الشاسعة. فما القصة؟ مشهد مذهل لا يستطيع بنو البشر مهما أوتوا من علم أن يصلوا إلى إتقانه بهذه الصورة الغريبة. فحينما تقف في هذا المكان وتلتقط صورة يظن المشاهدون لها بأنك وصلت إلى المريخ، فربما تلك المشاهد المحيطة بك لا يوجد لها مثيل على سطح هذا الكوكب سوى بهذا المكان، فضلا عن أن مستكشفها والذي أوضح حقيقتها ارتدى بزة فضائية. صورة من الإعجاز وكأنها تجسد مشهدا من القيامة. الواقف في هذا المكان سيجد نفسه وسط أشكال وأحجام لأسطول فضائي تحجر بفعل قوى خارقة. المصور الأمريكي أندرو ستودر جسد بصور تحمل آلاف المعاني ما تسكنه هذه الصحراء وتلك الأشكال العجيبة من أسرار توضح عظمة المشهد. ففي أعماق الصحراء الجزائرية، حيث يمكن رؤية تكوينات صخرية فريدة من نوعها على امتداد العين، ترتفع عاليا فوق رمال الصحراء
وتجعلك تشعر وكأنها قطعة من المريخ حطت على الأرض. فبالنظر إلى تلك المناظر المبدعة التي تجسد وجود قوى مجهولة استطاعت أن تصممها على غير مثال سابق، فحينما تنظر إلى أشكال الصخور تجد أن منها ما يعبر عن تماثيل وأخرى تشبه الكائنات الغريبة. هي لوحة من الإتقان تتنوع فيها أشكال تلك الصخور التي كأنها بالفعل كوكب فضائي وصل إلى الأرض دون أن يساعد في وجودها البشر. بهذا الترابط والتنسيق فتلك الأشكال لا يستطيع حتى المهندسون المبتكرون على مستوى العالم أن ينحتوها بهذه الأشكال، فتجد أن منها ما يشبه السفن ومركبات الفضاء، لكن المصور الأمريكي ربما يكون قد أزاح الستار عن مناظر كان معظم سكان المعمورة لا يعلمون عنها شيئا، بل إن وجود تلك المنحوتات والصخور المرصوصة سواء بجانب بعضها أو حتى يوجد فارق كبير بينها تجسد لوحة لأعظم فنان على ظهر الأرض. لكن هل انتهى ذلك المشهد الإبداعي عند هذا الحد؟ بالطبع لا، لأنك كلما تبحرت واتجهت إلى أي اتجاه تجد مناظر أخرى. فجسدت عدسات كاميرات المصور الأمريكي صخورا على شكل غواصات خرجت من جوف الأرض لتستقر على سطح ليس من البحر بل الرمال، فضلا عن وجود ما يشبه محطة لإطلاق المقذوفات إلى الفضاء. فرغم أن كل ذلك يتجه بالجميع إلى الفضاء، لكن نظل أيضا على أرض الصحراء المذهلة في الجزائر. برأيكم هل تجدون تلك الصحراء بهذه المشاهد المبدعة؟ هكذا هو التصوير في الصحراء، وأوهموا العالم منذ سنين طويلة أنهم صعدوا فوق القمر. بعد رفض رائد الفضاء أن يقسم على كتاب الله سقطت فرضية الصعود على القمر.